إذا حابة تكون بشرتك نضرة وصافية في العيد بلا مكياج ياسر، في هذا الفيديو راح نعطيكم 6 نصائح بسيطة. إذا اعتمدتوهم من اليوم حتى نهار العيد أنا نضمن لكم أنكم راح تشوفوا نتيجة روعة، وراح تشوفوا نضارة ونعومة في بشرتكم. سلام أميرات وحبوبات، إن شاء الله تكونوا بخير وصحتكم ملاحة. أني ما نسيتكمش وحبيت نعطيكم نصائح خفيفة قبل العيد، قلت مستحيل نخلاها بيكم، لازمني نجي وندير لكم فيديو خفيف وممتع وراح تستفادوا منه ياسر قبل العيد، باه نهار العيد تجيو حلوين تكونوا انيقين. دونك اذا ما زلتي ما اشتركتيش في القناه تاعي، واش تستناي باه تشتركي وتفعلي الجرس لانك راح تستفادي من القناه تاعي. واول نصيحه اميرات واللي هي انكم تغسلوا بشرتكم صباح وليل باي غسول عندكم. المهم يكون هذا الغسول موالم بشرتكم ما تحسوش منه، دونك استعملوه واغسلوا بشرتكم صباح وفي الليل هكا باه تنحيو الاوساخ المتراكمه، هذاك الفابور تاع الطياب تاع النهار كامل. دونك هذه اول نصيحه اللي نقدر نمدها لكم. وتاني نصيحة أميرات اللي نقدر نمدها لكم واللي هي إنكم تديروا تقشير للبشرة مرة في الأسبوع بحركات لطيفة تكون ناعمة هكا باه ما نجرحوش البشرة تاعنا. وإذا ما كانش عندكم الأسيد ساليسيليك إنكم تقشروا به بشرتكم، ولهذا المقشر يتسمى مقشر كيميائي. أنا ننصحكم صراحة وعن تجربة شخصية لمدة 6 سنين وأنا نستعمل في هذا المقشر وما دار لي حتى ضرر في بشرتي، واللي هو أميرات القهوة. دونك هذه القهوة أميرات، جيبوا القهوة اللي عندكم وزيدوا عليها زيت جوز الهند وزيدوا عليها نص مغرف سكر وديروا بها حركات دائرية في بشرتكم. وإذا حابة تعطيكم نضارة أكتر وأكتر عن تجربة، ديروا الزبادي أو الياغورت الطبيعي، زيدوه على هاد المقشر وديروه على بشرتكم بحركات دائرية وخليوه أميرات حتى لمدة 10 دقائق. هكا بشرتكم راح تمتص الكافيين اللي كاين في القهوة، وراح تستفاد من زيت جوز الهند واللي هو رايح يرطب لكم البشرة تاعكم، والزبادي اللي راح تعطيكم نضارة لبشرتكم. وكيما تغسلوا وجهكم البنات راح تشوفوا فرق كبير في بشرتكم. دونك هذه هي النصيحة الثانية. ودركا رايحين نروحوا للنصيحة رقم 3 واللي هي أميرات إنكم تستعملوا ماسك طبيعي لبشرتكم مرتين بلوتو في الأسبوع. وراح ننصحكم بأفضل الماسكات الطبيعية اللي جربتها في حياتي واللي هي النيلة الزرقاء، وتانا أميرات الطين الأخضر ولا الطين بالأنواع تاعو. كاين طين أخضر، كاين طين أبيض، وكاين طين يكون وردي. دونك هادو هما أميرات الزوز ماسكات الطبيعية اللي ننصحكم بيهم عن تجربة شخصية، راح تشوفوا الفرق في هذيك اللحظة. والنصيحة اللي نقدر نمدها لكم وإنه الترتيب ثم الترتيب، لانه الترتيب الفايدة تاعو البنات شوفوا كنا بقى نحكي لكم عليها ما تفضش. الترتيب هو اللي راح يوحد لكم لون البشرة، الترتيب هو اللي راح ينحي لكم التصبغات، الترتيب هو اللي راح يخلي ملمس البشرة ناعم، الترتيب هو اللي راح يخلي بشرتكم تكون شباب خلاه. من أفضل المرطبات اللي أنا استعملتهم مؤخرا واللي أنا ننصحكم بيهم واللي هي زبدة الشيا.
تشوفوا زبدة الشيا كي ترطبوا بها، شوفوا راح تشوفوا فرق كبير في بشرتكم. انا ننصحكم انكم تستعملوا زبدة الشيا سورتو كي تكونوا قاعدين في الدار، ماكمش خارجين برا، دونك استعملوها. اذا كنتوا خارجين برا ما تستعملوش زبدة الشيا، استعملوا اي مرطب عندكم انتم تستعملوه. والنصيحة الخامسة اللي نقدر نديها لكم واللي هي انه الجمال يبدا من الداخل. وش معناتها؟ معناتها انه كي تكون صحة جسمك من الداخل ما شاء الله، راح تنعكس على بشرتك، راح تنعكس على شعرك، راح تنعكس على اظافرك، راح تنعكس على نضارة بشرتك، وراح تنعكس حتى على نشاطك وطاقتك. يعني وانا ننصحكم انكم تشربوا الماء بكميات كافية. ما تستبدلوهوش اميرات بالليموناد وبالمشروبات الغازية وبالليجو، لا، تشربوا الماء بكميات كافية. وسادس نصيحة اللي نقدر نمدها لكم وعن بالي انه هي يعني اهم نصيحة من هذم كامل، واللي هي النوم. وحاولوا انكم ترقدوا شوية بكري، باسكو السهرية ياسر راح تعب لكم جسمكم الداخل، راح تخربط لكم هرموناتكم، وراح تدير لكم هالات سوداء، راح تخفض من طاقتكم، وراح تكون بشرتكم شاحبة وباهتة. وصلنا اميرات لاخر لا فيديو، ان شاء الله يا ربي تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بهاد الست نصائح اللي اعطيتهم لكم. ما تنساوش تجربوهم وتحاولوا انكم تطبقوهم في هاد اليامات، باه نهار العيد تلقاو بشرتكم ناعمة، تلقاو عندكم طاقة، بشرتكم فيها نضارة. وما تنسايش تبارطاجي هاد لا فيديو مع صاحبتك، اختك، حبيبتك، قولها حتى هي تدير هاد النصائح تجي توب دو توب. ما تنساش تخلي لي تعليق مليح كيفك وتعطيني نصيحة واحدة اخرى انا ممكن ما هدرتهاش في هاد لا فيديو. وما تنساش تشتركي وتفعلي الجرس باه يوصلك كل جديد مني، وخلي لي لايك. ونقول لكم دركا في امان الله، نحبكم.